والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 33 عاما، ولم يتم تحديد موعدا لتشييع جثمانه أو العزاء حتى الآن. بدأ عمرو سمير حياته كممثل وهو في 10 من عمره، حيث شارك في فيلم القتل اللذيذ أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج بعد دراسته بكلية الإعلام. وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي، ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح شبابيك مع هبة شعير وإياد ودينا الشربيني وغيرهم. وبعد فترة اتجه إلى قناة OTV وقام بتقديم برنامج بمفرده وهو برنامج إيه الأخبار، حتى اتجه خلال العامين الماضيين إلى قناة ناين لايف بالتلفزيون المصري. شارك عمرو سمير كممثل في فيلم عودة الندلة للنجمة عبلة كامل في دور نجلها، كما شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية منها شط اسكندرية مع الراحل ممدوح عبد العليم للمخرج أحمد صقر، وجدار القلب للفنانة الكبيرة سميرة أحمد لنفس المخرج أحمد صقر، ثم مسلسل قضية رأي عام للنجمة يسرى، ومزاج الخير للفنان مصطفى شعبان.